السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده البسكوت. مقادير البسكوت بقى عباره عن دول 400 جرام، طبعا على مقادير كيلو دقيق. دول 400 جرام سكر بودره، على 350 جرام سمنه، على 150 جرام او اقل زبده، يعني يعادل 400 جرام سمنه. هنضربهم طبعا بال خلطنا الكوامل الكريمه كده زي ما انتم شايفين مع السكر، وهنبتدي بعد كده نكسر الثلاث بيضات بيضه ونضربها برده في خلاص بضرب بالمضرب الكهربائي، معلش المخ فاصل من كتر الشغل. الثلاث بيضات كده ساحوا كده، وبضربهم بعملهم القوام كريمي عشان نعمل مقدار كيلو بسكوت. ضربت الكريمه مع البيض مع السكر زي ما انتم شايفين بقى، وهنزل بالمكون السحري ده اللي هي الفانتا دي. هتدي هشاشه وللبسكوته طعم ما هوش طبيعي. وبعد كده هنحط النشادر. هنضرب تاني وانا النهارده ناسيه اسمه ايه في المضرب. انا عايزه اعرف مين اللي نساني اسم المضرب، وافضل اضربه لحد ما خلاص تختفي كل المواد السائله مع بعضيها. ونشوف هنحط بقى المواد الجافه تاني، اللي هو البيكنج باودر مع السكر. المواد الجافه بقى للبسكوت احنا بقى ما ذكرنا السائل بس الجواف كده عباره عن رشه ملح، وهناخد معلقه بيكنج باودر كده زي ما انتم شايفين. تمام اهي معلقه، مش نص. وهناخد كيسين الفانيليا. طبعا دي كلها مواد جافه، فانا بنزلها كلها على الدقيق. تمام. وممكن تحبي تاخدي معلقتين كاسترد، تشيلي الدقيق، معلقتين دقيق، وتحطي معلقتين كاسترد. وهنحط كده معلقه من النشا، معلقه يعني تكون محترمه كده. وابتدي بقى اقلب المواد الجافه عشان المواد السائله هنخلطها ببعضها. وهنعمل برده بسكوت بالشوكولاته من نفس العجينه. خلاص بقى بدات العجينه السايله مع الجافه، وهبتدي بقى اخلطهم مع بعض لحد ما تبقى عجينه متماسكه. لو سالت منك قوي ممكن تحطي لها معلقتين دقيق، مفيش مشكله. بس ان شاء الله القوام كده باذن الله هيبقى مظبوط وتمام. وهنعمل احلى بسكوت بالشوكولاته وبسكوت بالبرتقال، هيعجبك قوي. جربي بس الطريقه دي وامشي على التكنيك وهيطلع احلى بسكوت. خلاص احنا ضربناه بالمضرب، احنا افتكرت اسمه المضرب، الحمد لله. خلاص زي ما انت شايفه بقى العجينه اهي، قوامها بيبقى بالشكل ده. تمام. طبعا لقيت العجينه سايلت منك قوي، ممكن تحط لها معلقتين دقيق، لان انا عندي العجين بيشرب السوائل بطريقه مش معقوله. فبس هو عامه نوعيه الدقيق كويسه. هنقسم بقى العجينه دي نصين، ونعمل كاكاو ونعمل برتقال، نسيبها على طعمها كده. معلقتين كاكاو بقى على نص العجين، وهبتدي بقى اخلطه عشان اعمله بسكوت بالشوكولاته وعندي بالبرتقال، يبقى من نفس العجينه ضربنا عصفورين بحجر. خلاص بقى عملنا عجينه الكاكاو بالشوكولاته. حطيت 3 معالق كاكاو هرميه والعجينه بتاعت البرتقال زي ما انتم شايفين. وهنبتدي نشكلها بالمكنه ونسويها على الفرن على درجه حراره 160. شايفين بدات اقطعه في المكنه اهو زي ما انتم شايفين، وهنسويه على درجه زي ما انتم شايفين. البسكوت اهو طلع جميل وهش وتحفه. الكاكاو ادي البرتقال، ولسه في سبيل كمان اعمل. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان كل جديد. كل سنه وانتم طيبين.